احنا ليه بنستخدم سان سكرين؟ سامعاكي اللي بتقولي بستخدمه على البحر بس. السان سكرين مش بيستخدم على البحر بس، احنا بنستخدمه في كل مكان وكل زمان. معاكم اريج قاسم فيشن سكين كير ثيرابيست، والنهارده هكلمكم عن فوائد السان سكرين وليه بنستخدمه اصلا. في الاول عايزه اكلمكم عن فوائد السان سكرين. السان سكرين بيحمينا من نوعين من الاشعه، اليو في اي واليو في بي. اليو في اي وهي المسؤوله عن الايجنج، يعني مسؤوله عن ان احنا نكبر ووشنا يظهر فيه تجاعيد ولاينز ونعجز اسرع. اليو في بي مسؤوله عن البيرنينج، يعني الحرق او الاسمرار او التصبغات اللي بتحصل في بشرتنا نتيجه التعرض الشديد للشمس. السان سكرين لازم استخدمه يوميا بمقدار صباعين بالظبط، ولازم يتجدد كل ساعتين عشان الفعاليه بتاعته بتقل مع التعرض لاشعه الشمس. فالسان سكرين مش مجرد بستخدمه عشان ما اسمرش او عشان ما يحصليش اي حروق على البحر، لا، انا بستخدمه عشان بحمي نفسي من حاجات كتير قوي، واولهم واهمهم بالنسبه لي وهي موضوع الايجنج. الايجنج يعني ان احنا بنكبر اسرع وبنعجز، بيبدا يظهر لينا تجاعيد وخطوط رفيعه خصوصا حوالين العين وكمان حوالين الشفايف. ده بسبب ان الشمس بتكسر الكولاجين اللي موجود في بشرتنا، واحنا بنكون محتاجين ان احنا نستخدم حاجات تحفز انتاج الكولاجين والالاستين في بشرتنا. فلما بنتعرض للشمس من غير سان سكرين، الشمس بتبدا تكسر كل الكولاجين في بشرتنا، يبدا يظهر لينا تجاعيد، خطوط رفيعه، نبدا نعجز. عشان كده السان سكرين مهم جدا 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 عشان بيحمينا من الشيخوخه المبكره. تاني نوع من الاشعه وهي اليو في بي، زي ما قلت لكم دي مسؤوله عن البيرنينج، يعني مسؤوله عن الحرق، مسؤوله عن التصبغات والاسمرار اللي بيحصل لنا من التعرض لاشعه الشمس. ليه مهم استخدمه بقى وازاي بيحمينا من اليو في بي؟ بيحمينا من اليو في بي ان هو بيقلل التصبغات والاسمرار والحرق اللي بيحصل لنا. طبعا مش بيحمينا 100%، لكن بيحمينا بنسبه كبيره من ان يحصل لنا تصبغات واسمرار، الاهم من كل ده ان هو بيحمينا من سرطان الجلد، لان هو بيقلل خطر الاصابه بيهم. عايزه كمان اكلمكم عن انواع السان سكرين. في انواع من السان سكرين بتكون تنتد، يعني بيكون مضاف ليها زي كريم اساس او زي كونسيلر عشان يبدا يغطي كل العيوب على بشرتنا. نستخدمه از بيبي كريم او از كونسيلر، وفي نفس الوقت بيحمينا من اشعه الشمس. التنتد سان سكرين ده يا جماعه حلو جدا جدا، لان هو بيزود الحمايه من اشعه الشمس. لو اخترتي درجه مناسبه لدرجه بشرتك والنوع بشرتك هيكون حلو جدا، لان هو بيغطي كل العيوب اللي بتكون باينه على بشرتك، وفي نفس الوقت بيحميكي من اشعه الشمس. كتير منكم بيسالوني عن استخدم سان سكرين ولا استخدم سان بلوك. عايزه اقول لكم ان السان سكرين غير سان بلوك، وعشان كده طول الوقت بقول لكم سان سكرين وايه هي فوائده وازاي نستخدمه. السان بلوك في منه نوعين، في نوع كيميائي ونوع فيزيائي. النوع الفيزيائي اللي احنا كنا بنستخدمه واحنا صغيرين، اللي بيعمل وايت كاست، طبقه بيضه كده، كنا بنحطها واحنا على البحر، وكمان دلوقتي بنحطها لاطفالنا عشان نضمن ان هم يحصل لهم حمايه من اشعه الشمس. تاني نوع وهو السان بلوك او السان سكرين الكيميائي، ده اللي احنا بنستخدمه دلوقتي، بيكون خفيف جدا، مش بيسيب اي وايت كاست، وكمان البشره بتمتصه بكل سهوله. دلوقتي عشان نقدر ان احنا نستخدم حاجه فيها فوائد الفيزيائي والكيميائي، بقى في كل الصيدليات وكل كمان الماركس سان سكرين بيجمع بين الفيزيائي وبين الكيميائي. كلنا عارفين حاجه واحده بس وهي الاس بي اف، بيكون فيه 30 50 70. كل الحاجات دي يا جماعه مش حقيقيه خالص. الاس بي اف بيكون 30 او 50، والاحسن يكون 50 عشان يضمن لينا حمايه كامله. استنى كل اسئلتكم وكمان رايكم في الكومنتس.